السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات ونصائح مع كوثر، واللي كانت في السابق تحت عنوان وصفات سهلة جدا. في هذه القناة إن شاء الله غتلقاو العديد والعديد من الفيديوهات واللي مقدمة بشرح مبسط، وإن شاء الله كنوعدكم بالمزيد مع الإضافات اللي ضفت القناة، وألا وهي النصائح اللي غتلقاوها دائما في أول الفيديو. يعني في أول كل فيديو غادي نقدم لكم نصائح مهمة إن شاء الله. هذا إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش يولي اللون الرمادي باش يوصلكم ديما المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي فيه ما غنقدم لكمش وصفة، بل غادي نقدم لكم طريقة تنظيف آلة البانيني أو البانينوز. قبل ما نبدا نذكر المكونات اللي غادي نستعمل في التنظيف، فبغيت نشير لواحد القناة رائعة جدا كنتنبأ لها بالمستقبل إن شاء الله الزاهر. هي قناة عاد غتبدا قناة تنظيم البيت بأشياء بسيطة سلاش أو لا عارضة، وصفاتي مجربة. صاحبتها إنسانة طيبة، سبق كانت عندها واحد القناة لكن الظروف أظن أنها تسدات، فنتمنى اننا ندعموها، نتمنى اننا نمشيو نشوفوا الفيديو ديالها، وان شاء الله يعجبكم الموضوع اللي غتحط اليوم، واللي هو غيتكلم على المشتريات الخاصه برمضان ابتداء من 3 دراهم. دابا ندوزو نهضروا على الموضوع نتاعنا، وغادي نقول لكم الادوات اللي غنستعمل في تنظيف وتلميع وتعقيم البانيني. اول حاجه بيكربونات الصودا، فرشاه اسنان قديمه، الخل من الاحسن يكون الخل الابيض لكن انا غير متوفر، غنستعمل هذا الخل الدور ديالو التعقيم، وجوج المناديل من احسن هادو اللي كيكونوا كيتباعوا مجموعين في الوان ثمن رخيص وهما زوينين للتنظيف. نبداو على بركه الله. اول خطوه هو اننا نحطو البانيني غير تدفى شويه، وعاد نبداو التنظيف ديالها ننتظر بما انها تتفالي ونكمل الفيديو. غادي نبدا في التنظيف. قبل ما نبدا في التنظيف غنقول واحد الحاجه، هاد النوع نتاع الاله اللي عندي فهي هاد البياس هادي ما كتحيدش، هاد الكغريل هادي ما كتحيدش. هادشي علاش ما انا خصها احسن تنظف غير بمكونات طبيعيه، ما خصش دير فيها لي برودوي لانك ما تقدش تشللهم. اما بالنسبه لهذوك اللي كيتحيدوا فحتى لا استعملنا دي برودوي شيميك ليهم وغسلنا فكيتشللوا بالماء، ما كتبقاش الاثار نتاع ديك لي برودوي. هادشي علاش انا فضلت انني ندير لكم هاد الطريقه. كي قلت من بعد ما سخنات غادي نرش بيكربونات في كل الاماكن، غادي ندير حتى هنا في كل الاماكن، غنرش البيكربونات حتى هنا في الجوانب وهنا. نحاول نرش شويه على الفوق. انا غندخلو من بعد الفوق غادي نزيدو البيكربونات ونبدا ندير الخل. شتي الدور نتاع انها تسخن، ونديرو حتى الفوق. كاع الاماكن نحاول نوصل لهم الخل. غناخد دابا ديك الفرشات الاسنان اللي قلنا انها خاصه بالمطبخ، ونبقى نحك. لاحظوا وفاش تلقاو البلاصه فيها شي حاجه كاع الاوساخ كيتحيدوا. تحيدات كنظن كاع الاوساخ اللي في هاد البلاصه تحيدوا.
غنحاول ندخل الشيته هنا. بالنسبه لهاد البلايص هادو اللي كتبان التقبه ديالهم اولا ديك منين دوز الشيته، يا اما ندوزو شيته فرشاه الاسنان بالجنب بحال هكا، اولا نستعملو كوردون. غنستمر في هاد العمليه حتى نسالي البانيني كلها، ما ننسى حتى بلاصه. شوف كي كيتفتت، غير كتقيسي البلاصه اللي فيها كيتفتت، كتبدا تفتت. من بعد ما نسالي كل البانيني كامله غادي نشللها، غنجيب اناء فيه القليل من الماء وغنبقى نخشي فيه واحد من هاد المناديل وندوز عليها كامله، ونلاحظ الا كانت تنقات ولات نقيه فبركات عليها. ما لقيتها انا مازال ما تنقات، غادي نعاود مره اخرى غندير الخل والبيكربونات ونعاود نفس الطريقه نشل الفرشات، نغسل الفرشات. شوف الفرشات كي ولات، نغسل الفرشات ونعاود نكرر العمليه حتى نحصل على لاباراي جديده. المهم انني ما ننسى حتى مكان. دابا غنكمل التنظيف الاول وغنجيب الاناء وغنبداو نشللوها مع بعض، وديك الساعه مع بعض نقرر واش نعاود لها اون دوزيام كوش ولا بركه عليها. ليت كل الاماكن فزقت المنديل ونبقى ندير بحال هكا. ولا حسيت بان شاشه مازال سخونه لاباراي. كي قلت ما كنمشي هكا بالتتابع، ما كنسى حتى مكان، ولا لقيت الزيف توسخ نعاود نشللو. ونكمل كاع لاباراي ديالنا. بالنسبه لهنا نحاول نرقق هذا وندوزو، ولا ما بغاش يدوز كي قلت قبيله نجيب الكوردون ننظف به. ها هو داز، بقى واحد شويه هنا. كل الاماكن كي قلت نوصلوا ليهم، وهادشي كل هاد الاماكن انا دوزت عليهم الفرشات. دابا العمل بيد وحده هي اللي شويه متعب، لكن نتوما غتكونوا كتخدموا في راحتكم ان شاء الله غتوصلوا النتيجه احسن من هذه. لاحظوا بعدنا بالنسبه لهاد الارضيه هذه هي تنظفات، كنظن لا داعي انني نعاود ليها اون دوزيام كوش. عاود نستمر في التنظيف. انا غنستمر في التنظيف غير باش ما يطولش الفيديو، ننظف بنفس الطريقه الجهه العلويه وغنوريكم النتيجه الاخيره. لاباري من بعد ما مسحتها كامله لاحظوا، يعني ما عاودتش اون دوزيام كوش، راه نفس المسيح. بالنسبه استعملت الكوردون هاد البلاصه ولهنا حتى لهنا هادو استعملت الكوردون باش طيرت ديك الاوساخ اللي فيهم وصافي. دابا المرحله الاخيره غناخد الخل باش نزيد نعقمها. الخل غنديروه شوف حتى هنا البلاصه راه مسحناش الاول، وناخد هاد المنديل اللي ناشف
ونبدا ندوز على لاباراي كلها. الا فزك لي مشي حسيت بان فزك مشي نقلبو. تبارك الله عليكم كاملين حادقات، يعني هاد لي برانسيب راه معروفين، غير كتذكير فقط. كي كنقول ديما غنحط آلة التصوير باش نستطيع انني نمسح الجهه العلويه، ونتلاقاو في نهايه الفيديو مع الشكل الاخير البانيني من بعد ما تمسحات. نضيف البانيني صافي كلها مسحتها. ما نساوش نضيف البريز هذا، انا مسحته غير بالزيت الناشف هذا الازرق اللي معاه الخل، لان ما كانش ميدم. الا كان ميدم ديروا له حتى هو شويه البيكربونات. في حاله الا كانت البانيني عندنا هنا مثلا دهون ملتصقه ولا محترقه، كاينه واحد الطريقه واللي هي انك تخلطي الصابون البلدي مع البيكربونات، كديري بهم واحد الكريم وكتزلعيها في الاله، وبنفس الطريقه بالفرشاه كدوزي على كل اله فكتحيد كاع الدهون. كاينه ايضا واحد الطريقه اللي صراحه ما جربتهاش ولكن شفتها مؤخرا في الانترنت، وهي انك تسخني البانيني مزيان. كي قلت تسخني البانيني مزيان حتى تسخن مزيان، وتحطي ديك ورق النشاف، ورقه المطبخ، تحطيه هنا وتسدي عليه لاباراي. بعدا الورق النشاف كيكون فازك، كتكون فزكاه بالماء، وتسدي عليه لاباراي وتخليه واحد بضع دقائق. كتهزيه في النتيجه اللي شفت انا في الفيديو كاع الدهون جمعهم، لكن انا هاد القضيه ما جربتهاش. ان شاء الله الا جربتها غادي نصورها لكم فيديو، ونصور لكم ان شاء الله مره اخرى طريقه التنظيف نتاعو مع الطريقه اللي قلت لكم تاع الصابون البلدي والبيكربونات. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.